في وسط زحمة الاحتفالات بالتخرج جت طنط وسألتها: ناوية على ايه يا مريم؟ وكأن الدنيا كلها وقفت ودماغ مريم بس هي اللي فضلت شغالة بتفكر هي ناوية على ايه بجد. أنا سلمى، والنهاردة التلات وانتوا بتسمعوا حكايات التلات. من الطبيعي جدا ان اول كل حاجة جديدة خارج نطاق الروتين بتاعنا، خصوصا لو كان الروتين ده مستمر لسنين طويلة، انها تكون مختلفة وفيها صعوبات كتير. ومن وجهة نظري من ضمن الحاجات دي اول سنة تخرج. لو قلتولي قسملنا اول سنة بعد التخرج، ففي تقسيمة خطيرة عملتها عندي في الأوضة واعتمدتها انا وواحد صاحبتي، وهي ان احنا هنقسم السنة دي ل3 أجزاء. اول جزء وهو كأي حاجة حلوة حلاوة البدايات، الهانيمون فيز. الهانيمون فيز دي غالبا بتبدأ من اخر يوم امتحانات في الكلية لحد حفلة التخرج، لحد ظهور النتيجة، الاحداث الحلوة دي. وطول الوقت ده بنبقى بنبني احلام وطموحات ومتخيلين ان وانس ما نتخرج وناخد الشهادة في ايدينا من هنا، الشركات كلها هتبقى بتجري ورانا من هنا، وهنبقى عاملين خطتنا اللي رسمينها من واحنا صغيرين وهنمشي عليها بالظبط. في الفترة دي كنت حاسة انا كسلمى ان انا خلاص انا اتحررت، خرجت من سجن الجامعة، خرجت من سجن التعليم اللي فيه بقالي 15 سنة، وانا مستعدة للحياة، مستعدة لحياة الكبار. تاني جزء والجزء الأكثر صعوبة هو الquestioning phase، الأسئلة اللي بتتفتح ومحدش بيعرف يجاوب عليها، ولا احنا ولا الكبار اللي سبقونا. ودي بقى بتبقى مرحلة الصدمة. جردل المية ساقعة ونزل على نافوخي، وفجأة لقيت نفسي حد كبير، وفجأة جيت أسأل نفسي أسئلة كنت عارفة إجاباتها زمان ما بقيتش عارفة إجاباتها دلوقتي. أنا عايزة أطلع إيه؟ أنا عايزة أشتغل إيه؟ أنا عايزة أعمل إيه؟ السؤال ده بيسأله لنا وإحنا لسه في إعدادي، وإحنا لسه تينيجرز زي ما بيقولوا، عشان يفهموا إحنا بنفكر إزاي. لكن مش بعد ما بنتخرج بنسأل السؤال ده. بس مين قال كده؟ ما نسأله. في الفترة دي بصراحة أنا قعدت كتير، ومش هكدب عليكم أنا وقتها كنت شغالة. يمكن كتير غيري لما بيمر بالفترة دي ما بيكونش شغال، وبيبدأ يسأل نفسه هل يقبل الجوب اوفر ده ولا الجوب اوفر ده، يبقى انترن في شركة مالتي ناشونال اللي مش هيكسب أي حاجة غير شوية خبرة بسيطة واسم الشركة عنده في السي في، ولا انترن في شركة صغيرة ويبقى ابن الشركة زي ما بيقولوا. في الفترة دي زي ما قلت لكم أنا كنت شغالة، وكنت في فترة ابن الشركة، بس ما كنتش مبسوطة، ما كنتش مستريحة، كنت حاسة ان في حاجة غلط، ده مش مكاني وده مش انا، وانا مش عايزة اكمل هنا، بس مش عارفة اروح فين. وقتها قررت اتكلم مع واحدة صاحبتي واخد رأيها. واول لما بدأت احكي واتكلم معاها لقيتها ان هي تقريبا بتمر هي كمان بالquestioning phase، عندها نفس الشعور اللي عندي، الاكسبكتيشنز بتاعتها تقريبا في الارض، وهي كمان زي ما بيقولوا in between jobs، مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة القرار اللي جاي تاخده بناء على ايه، مش عارفة تاخد قرار ولا تفضل زي ما هي، اللي هو خليكي احسن ما تقعدي في البيت ما تلاقيش شغل. مشكلة الquestioning phase ان هي ليها شوائب كتيرة، في حاجات كتيرة بتعكرها وبتساعد ان هي تطول، وهي لو طولت بحس ان احنا زي البحر ممكن نغرق فيها. من ضمن الشوائب دي المقارنة أو الكومباريزن، إن أنا أبدأ أقارن، أو إن أي حد يبدأ يقارن يلاقي إن فلان اشتغل بس أنا ما اشتغلتش. طب كده المشكلة فيا ولا أنا مش محظوظ كفاية؟ أنا اشتغلت وفلان اشتغل بس هو اشتغل في شركة أحسن مني، طيب أنا ناقصني إيه عشان أكون مكانه؟ ده أنا اتخطبت بس فلانة اشتغلت، طب أنا عايزة اشتغل، طب فلانة اللي اشتغلت هي كمان عايزة تتخطب، طيب هو ازاي عرف يروح يتقدم
بس انا لسه مش لاقي اصلا شغلانه. هو ما عندوش جيش بس انا بس اللي عندي جيش. الفكره ان مش المفروض نبص، مش المفروض نقارن، لان كل واحد فينا ماشي على التمب بتاعه، كل واحد فينا ماسك اللاين بتاع حكايته، هو المين كاركتر فيها وماشي فيها. انا عندي حكايه، انت عندك حكايه، هي عندها حكايه، وخطوه خطوه، تشابتر تشابتر او فصل فصل في حكايتي هحقق حاجه. فصدقوني كل حاجه هتيجي بس في وقتها. وبكده نكون وصلنا لثالث واخر مرحله وفتره في اول سنه بعد التخرج، وهي فتره الاصطدام بالواقع، hitting the reality. دي بقى بتكون فيها الفترة اللي انت خلاص قررت انك مش هتفضل مستني الإجابات على الأسئلة دي، قررت انك هتاخد قرار انك تتحرك لقدام في اتجاه معين وشبه واضح، مش دايما بيكون 100% واضح. وبصراحة مش ده المهم انك تتحرك، لأن طول ما انت واقف في مكانك انت مش هتبقى شايف الطريق ده صح ولا غلط، لكن لما تاخد الطريق وتمشي هيبان. لو صح كمل، ولو غلط لف وارجع تاني. صدقني انت مش واخد منها حاجة. قول بسم الله، توكل على الله، ويلا نشوف هيجرى ايه. وبصراحة مش بس دي الحاجات اللي احنا هنقابلها اول سنة تخرج، في حاجات تانية كتير، منها ان انت واصحابك مش هتكونوا زي ما كنتوا في الجامعة، عشان كل واحد فيكوا عنده حياة. بس رتبوها، تقابلوا في الويك اندز، شوفوا بعض، بعتوا لبعض على الواتساب، ما تقفلوش الواتساب جروب بتاعكوا، والحياة هتمشي. هتلاقي برضو جيرانك وأنكل وطنط اللي ابتدوا يدوك نصايح، فاكرين ان هي هتساعدك بس هي غريبة جدا. طنط اللي جايبالك عريس، عمو اللي جايبلك عروسة، جارك اللي أكبر منك ب2 وعايزك تأجل الجيش بس تشتغل معاه 1 ولا 2 تعملوا فلوس حلوة. وهو كلها كلام مش لازم تاخده وتعمل بيه. اللي يناسبك اعمله، واللي مش مناسبك ما تعملوش. في النهاية التخرج مش آخر حاجة في الدنيا، واللي انت بتمر بيه انت مش بتمر بيه لوحدك. ولو حسيت انك محتاج مساعدة دور على المساعدة وما تستكترهاش على نفسك. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم والحكاية تكون مفيدة بالنسبة لكم. أشوفكم التلات الجاي وحكاية جديدة من حكاية التلات.